بص بقى، بعد ما قلنا التشكيله في الفيديو اللي فات، انا عايز اقول لك ان كولر النهارده هو سبب خساره الاهلي من بيراميدز من الاخر. يعني هتقول لي ليه؟ هقول لك تدريبات بدنيه للاعيبه الاهلي في الفندق اللي قاعدين فيه قبل الماتش بتاع النهارده. كولر النهارده عمل مفاجاه مع لعيبه الاهلي محدش من اللعيبه خالص كان متوقعها. انا عايز اقول لك ان اللعيبه قاعده في الفندق صحيوا الساعه 9 الصبح عادي جدا علشان يتناولوا وجبه الافطار، وكان كولر بيشرف عليها. بعد ما اشرف عليها دخلوا الجيم علشان يعملوا شويه احمال خفيفه كده طبعا علشان يستعدوا للماتش. بص بقى ايه اللي حصل بعد ما عملوا يا باشا الاحمال الخفيفه. الكابتن كولر خدهم كلهم في الحديقه بتاعه الفندق وخلاهم يتمرنوا تدريبات بدنيه عشان من خلالها هيشوف اللي جاهز اكتر في التشكيله لماتش بيراميدز النهارده. مش كده وبس، ده بعدها كمان عمل محاضره مع اللعيبه بالفيديو، جاب التابلت الخاص بتاعه او الايبادز الخاص بتاعه وعمل محاضره مع اللعيبه علشان يديهم بعض التعليمات الفنيه. قال لهم كده حلو جبرت، كل واحد يروح يرتاح في اوضته. راحوا ارتاحوا شويه والساعه 2:30 كلوا وجبه الغداء، اتغدوا يعني، نزلوا اتغدوا، وبعد كده هيتجمعوا في فندق الاقامه الساعه 6:30 عشان ياكلوا وجبه خفيفه، وكولر يديهم المحاضره الاخيره ويعلن لهم التشكيل في المحاضره، وبعد كده الساعه 7 يروحوا الملعب اللي هيلعبوا عليه ماتش الاهلي وبيراميدز. اللي عمله كولر ده انا مش عارف اذا كان صح ولا غلط، ولا ده هيأثر على اللعيبه النهارده بدنيا ولا لا، ولكن هو بيعمل كده علشان عايز يختار مين اللي جاهز اكتر ومين اللي مركز اكتر في الماتش بتاع النهارده، لان ماتش النهارده هيحدد مصير الدوري. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انت كاهلاوي لو الاهلي لا قدر الله تعادل او خسر، كده كده الدوري لسه في الملعب والاهلي في ايده يحسم الدوري. الفرصه الاولى لو لا قدر الله الاهلي خسر النهارده هيبقى الفرق نقطه، لو الاهلي كسب كل الماتشات المؤجله بتاعته هياخد الدوري. الفرصه الثانيه لو الاهلي تعادل النهارده هيبقى الوضع كما هو عليه والفرق هيبقى 4 نقط، والاهلي يكسب الماتشات المؤجله حتى لو تعادل ماتشين هيكسب الدوري برده. لو اتساوى مع بيراميدز في النقط في حاله التعادل النهارده هيكسب الدوري برده بالمواجهات المباشره، لانه هيبقى كسبان بيراميدز ومتعادل معاه واخد منه 4 نقط من اصل 6، فالاهلي اللي هياخد الدوري. الخطه الثالثه ان انا اكسب النهارده. انا لو كسبت النهارده هبقى باشا البشوات، هبقى صاحب المحل وانتوا الفانيلات.